بيبدأ الفيلم في غابة برية في واحدة من الولايات الأفريقية، وبنشوف أنثى الفهد وهي بترضع صغارها، لكن للأسف الشديد الأسد بيشوفها وبيهجم عليها، والأم بتضطر تبعد عن ولادها علشان تشتت انتباهه تاخده بعيد عن صغارها اللي لو شافهم أكيد هياكلهم. وفعلا بتنجح الأم في ده، لكن للأسف الأسد بيقتل أنثى الفهد وبتسيب صغارها لوحدهم وبيكونوا خايفين. والليل بيجي وبنشوف سيارة بيقودها شخص اسمه بيتر وبيكون معاه ابنه اللي اسمه زين، وهما كانوا ماشيين بالسيارة بيشوفوا شبل صغير في نص الطريق، فبيقفوا على جنب الطريق علشان يشوفوا ايه اللي حصل، وبيلاحظوا ان الشبل تايه في الغابة، فبيقرروا ياخدوه معاهم للمطعم علشان يأكلوه. لكن زين بيطلب من ابوه انه يخلي الفهد يروح معاهم للبيت علشان يربوه ويعتنوا بيه، وكمان بيقول له انه لما يكبر هيبقى حيوان أليف. وبالفعل الاب بيوافق لان هو كمان حب الشبل. وبيتر بيقول لابنه ان انا هخليك تحتفظ بيه لفترة معينة، بس هيجي اليوم وهترجعه بايدك انت للغابة. وزين بيوافق على ده، وبعدها بيروح للبيت وبيفاجئوا ام زين بالقرار، والام بتفرح بده. ولما بيجي الليل زين لما بيجي ينام بياخد الشبل بينيمه معاه لانه كان حبه جدا. وفي صباح اليوم الجديد العيله بتقضي وقت ممتع مع الشبل، والام بتاخد صور جماعيه لزين وبيتر والشبل، وزين بيعامل الشبل كانه طفل صغير محتاج رعايه، وكان بيعلمه كل حاجه زي الموسيقى واللعب كمان دخول الحمام. وبيقرروا يسموه دوما، والاسم ده باللغة السواحلية بتكون معناها فهد. وبعد كده بيتر وزين بيروحوا وبيبنوا بيت صغير لدوما، وبتمر الأيام والسنين وزين ودوما بيكبروا مع بعض، ونشوف بيتر وزين كانوا راكبين على موتوسيكل وهم بيدربوا دوما على الركض السريع. والصداقة ما بين زين ودوما بتتطور، ودوما بيصبح فرد من العائلة وكلهم بيتعلقوا بيه. لكن في يوم من الأيام بيتر وزين ودوما بيروحوا المزرعة، وزين ودوما بيبقوا بيلعبوا لحد ما يلاحظوا إن بيتر وقع وأصيب إصابة خطيرة، فبيروحوا بيه للمستشفى، وبيتر بيحتاج فترة علاج طويلة. وأم زين كانت بتعتني بيه، وزين وقتها بيدخل في حالة اكتئاب لأنه كان حزين على أبوه اللي كان بيشوفه كل يوم وفجأة ما بقاش يشوفه. وبعد فترة بيتر بيتحسن بشكل كامل وبيطلع من المستشفى ويرجع تاني للبيت، وبيرجعوا يلعبوا ويدربوا دوما على الركض السريع، وكانوا بيصوروا كل اللحظات اللي بيمروا بيها مع بعض. وهم بيمرنوا دوما بيتفاجئوا انه بيركض بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وبيفرحوا قوي لان قدرة دوما على الركض اتحسنت. ولما بيرجعوا للبيت وبيتر بيجيه ويقول له انت ما فاكر اول مره اخدنا دوما انا قلت لك ايه؟ زين بيرد عليه بيقول له ايوه انا متذكر، قلت ان هيجي يوم وهنرجع دوما للغابه. وبيتر بيقول له احنا وصلنا للوقت ده للاسف. وزين بيقول ان دوما مش متعود على الافتراس والحياه البريه هتكون صعبه عليه جدا، لكن بيتر بيرد وبيقول له الحيوان ده مهما عمل حاجات لطيفه هيبقى فيه جزء افتراسي، ولما هيرجع للغابه وهيلاقي فصيلته هيتاقلم معاهم بسرعه لان دي حياته الطبيعيه. وزين بيقتنع بالكلام وبيوافق ان هم يرجعوا دوما للغابة، وبعدها بيروحوا بيناموا. لكن في نص الليل زين بيصحى على صوت الإسعاف وبيروح لأمه علشان يعرف ايه اللي حصل، وبيتصدم بأقوى صدمة في حياته وهي موت أبوه بيتر. وزين وأمه بينهاروا تماما. وفي اليوم التاني بيدفنوا بيتر وبيرجعوا للمزرعة. وفي يوم من الأيام زين بيقعد جنب المسبح وأمه بتجيه وبتقول له احنا لازم نبيع المزرعة علشان نسدد الديون اللي كانت على أبوك، وبعدها نروح نعيش مع عمتك في المدينة. وزين بيرفض في الأول، لكن بعدين بيقتنع لأن ما كانش عندهم حل تاني، وبيبيعوا المزرعة وبيروحوا للمدينة. وأم زين بتدخله في مدرسة جديدة وبتتفق معاه إنها تروح تاخده بعد المدرسة ما تخلص، وبتقوله إن هي هتسيب دوما في البيت. ودوما بيحس بالوحدة وبيبدأ يلعب بالريموت، وبيبدأ بالضغط على الزراير التشغيل والتلفزيون بيشتغل. ودوما بيخاف من الصوت العالي وبيطلع من البيت وبيجري ورا عربية أم زين. وبالفعل دوما بيوصل للمدرسة وبيروح عند الشباك الصف اللي فيه زين، والطلاب كلهم لما بيشوفوا دوما بيخافوا وبيحصل فوضى في المدرسة والكل بيطلع يجري، والشرطة بتيجي وتبدأ تطارد دوما علشان توديه للمحمية وتسيطر عليه قبل ما يفترس حد. لكن زين بيتدخل وبياخد دوما بعيد عن المدرسة وبيهربوا. وفي الأثناء دي زين بيفكر هيخبي دوما فين بعد ما أصبح مطارد، وبيعرف إن مفيش حل غير إنه يرجعه للغابة اللي جه منها علشان ينقذه وكمان ينفذ وصية أبوه. فبياخد دوما معاه على الموتوسيكل بتاعه وبيروحوا باتجاه الغابة، وبيسيب رسالة لأمه وبيقول لها إنه راح للغابة علشان يرجع دوما وإن هي ما تقلقش عليه. وأم زين بتعرف إنه راح للغابة علشان ينفذ وصية أبوه. وزين بيبدأ الرحلة مع دوما، لكن للأسف الموتوسيكل بيخلص بنزين في نص الصحراء، وزين بيضطر إنه يدفع الموتوسيكل عشان يوصل للغابة، لكن العطش بيغلبهم وزين بيبدأ يدوخ. وفي الوقت ده زين بيشوف طيارة محطمة وبيقرر يتحمل لحد ما يوصل ليه، وبيقعد جوه الظل عشان يحمي نفسه من أشعة شمس الصحراء.
ولما بيجي الليل بيشوف شخص عايز يسرق الموتوسيكل، وزين بيواجهه وبيقول له انا صاحب الموتوسيكل ومش هسيبك تاخده، وبيبدا يهدده بالفهد، والشخص ده بيكون اسمه ريب. وزين بيقول له هات لي ميه وهديك الموتوسيكل، وريب بيوافق وبيديله ميه، لكن بعدها بيكتشف ان الموتوسيكل مش شغال ومخلص بنزين وبيتضايق منه. وام زين بتبدا تطبع صور لزين ودوما وبتعلن عن اختفائهم وتعمل مكافاه ماليه لاي حد يلاقيهم. وريب وزين بيفكروا في طريقه يطلعوا بيها من الصحراء، وزين بيلاقي باراشوت في الطياره المحطمه وبيجيله فكره عبقريه وبيقرر يربط الباراشوت في الموتوسيكل علشان يحركه عن طريق دفع الهواء، وفعلا بينجحوا في ده، لكن العطش بيغلبهم تاني وبيقفوا، وريب بيقرر يحفر في الارض علشان يلاقي ميه جوفيه. ودوما وقتها بيشوف نعامة وزين بيشجعه علشان يصطادها، لكن للأسف دوما بيفشل وبيروح لاتجاه تاني، وبيكون راح في اتجاه البيض بتاع النعامة. وريب بيستهزأ بدوما وبيقول لزين إنه ملوش أي فايدة، وبحالته دي لو وديته الغابة مش هيقدر يعيش. وريب بيسأل زين عن مكان الغابة اللي رايحها، وزين بيطلع خريطة وبيكون بيتر قبل ما يموت موضح فيها المكان اللي رايحه بالتحديد. وريب بيقول لزين ان المكان ده خطر جدا وبيحذره انه يروح، لكن زين بيكون مصمم انه ينفذ وصية ابوه. واليوم التاني بيستخدم زين البوصلة من غير ما ريب يعرف، وزين بيكتشف انهم مش رايحين في الاتجاه الصح ويبدأ يشك بريب، ويفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لقرية مهجورة وبتكون مليانة هياكل عظمية. وفي الوقت ده بيشوفوا طيارة هليكوبتر، وريب بيقول لزين لازم نهرب لان الطيارة دي عايزة تقتلنا، وبيقول له انهم هيعملوا فينا زي ما عملوا بسكان المكان ده. وفعلا بيستخبوا لحد ما الطيارة تبعد، ونعرف ان اللي كان في الطيارة ام زين وكانت بتدور عليه. وبالليل زين وريب بيخيموا مع بعض، وفي اليوم التاني بيقرروا يدوروا على ميه، وريب بيشوف كهف ويدخل فيه، والكهف بيكون ضعيف وبينهار على ريب، وزين بيروح يساعده ويحفر لحد ما بيطلع جزء من جسم ريب. وزين بيفاجئه بيقول له انا كنت عارف انك انت كنت واخدني باتجاه المدينه، وبيقول له انا عارف انك كنت ناوي تسلمني علشان تاخد المكافاه، وما كناش رايحين للمكان اللي في الغابه. وزين وقتها بيخرجوا لكنهم بيفترقوا، وزين ودوما بيواصلوا السير لحد ما بيوصلوا لنهر ما بين جبلين وبيناموا فيه لتاني يوم. وفي الصباح زين بيجمع خشب علشان يصنع مركب لعبور النهر، ولما بينتهي من صنعه بيحاول يركب دوما، وبعد محاولات كتيرة بيقتنع دوما وبيصعد على الخشبة، لكن في نص النهر التماسيح بتجيلهم ودوما بيخاف. وبعدين بيشوفوا شلال والمية بتبقى قوية جدا وبتسحبهم في اتجاهه، وبيقعوا في المية، والتماسيح لما بتشوف كده بتروح وراه عشان دي فرصة غدوة حلوة يا جماعة، لكن لحسن الحظ بيخرجوا قبل ما التماسيح تاكلهم. بعدها زين ودوما بيرجعوا يمشوا لحد ما يسمعوا صوت قطيع تيران، وزين وقتها بيستخبى علشان القطيع ما يشوفوش، ودوما بيجري قدامهم علشان يبعدهم عن زين، لكن دوما بيختفي في ظروف غامضة، وبيفضل زين يدور عليه ومش بيلاقيه، وبيكون دوما واقع في مصيدة ومحبوس جواه، وزين بيفضل يبحث عنه لحد بالليل وبيشوف خنزير بري وبيصعد للشجرة علشان يكون في امان، لكن بيجي عنكبوت وبيمشي على راسه، وزين بيدخل في حالة من الهلع وبيجري، والخنزير بيشوفه وبيجري وراه، وفي النهاية زين بيقع وبيفقد الوعي. وبعد ساعات زين بيصحى وبيشوف دوما وريب، وبيعرف ان ريب هو اللي انقذه هو ودوما، وزين وقتها بيحس بالندم لانه كان شاكك في ريب، وبيبدأ يعتذر له، وريب بيقول له انا فعلا كنت ناوي اوصلك للمدينة علشان كنت عايز المكافأة، لكن انا كمان عندي قصة. وريب بيحكي له ان ضحى باهله واصحابه علشان يشتغل في بلد تانية ويبني نفسه ويكسب فلوس كتير، لكن محدش شغله فاضطر يسرق ويبيع مخدرات علشان يجيب فلوس، وفي الاخر اتحبس، ولما خرج من السجن حلف انه مش هيرجع تاني. وزين بيتأثر بقصة ريب وبيصعب عليه، وبيتفقوا انهم يكونوا اصدقاء ويكملوا الرحلة مع بعض علشان يرجعوا دوما للغابة. وريب وزين بيقرروا يدربوا دوما على صيد الحيوانات علشان يتأقلم في الغابة، لكن دوما بيفشل لانه مش متعود على الافتراس. دوما ده يا جماعة حيوان بيتي، يعني كبيره لما يجوع ممكن يطلب اوردر، انما يصطاد دي حاجة صعبة. وهم في طريقهم بيشوفوا ناس عاملين حفلة وكان فيها اكل كتير جدا، وبيدخلوا وبيسرقوا اكل لانهم بيكونوا بقالهم اكتر من يومين ما كلوش. محدش يقول لي حرام بقى السرقة، ده انتوا يا جماعة الناس هتموت من الجوع. المهم انهم بياكلوا وبيملوا الكرش بقى وبيواصلوا طريقهم، وبيشوفوا مركب وبيصعدوا عليه، بيدي الريب كل الفلوس اللي معاه، وريب كمان بيديله احجار لقاها في الكهف كذكرى. ولما بيطلعوا من النهر بيبدأوا يدوروا على مكان مناسب لدوما،
وهما بيمشوا بيشوفوا جثة حيوان ميت، ودوما بيروح علشان ياكل، وريب بيقرب من دوما علشان يساعده، لكن دوما بيتضايق وبيزوم عليه وبيبان انه شرس جدا. وريب بيقول لزين انه ما يزعلش من تصرف دوما لان ده طبيعي، وبيشوفوا كهف وبيقرروا يناموا فيه. واليوم التاني بيوصلوا للغابة وبيجي عليهم حشرات كتيرة، وريب بيحمي زين من الحشرات، لكن للأسف الحشرات بتلدغ ريب وبتصيبه بالإعياء. وبعدها بيسمعوا صوت أسود في المنطقة، وحالة الجو بتسوء والمطر بيبدأ ينزل بغزارة، وبيحاولوا يشعلوا نار علشان الأسود تبعد عنهم، لكن للأسف الخشب بيكون مبلول وما بيقدروش يشعلوا النار. وريب وقتها بيضطر انه يطلع الفلوس ويحرقها علشان يشعل بيها النار، وبالفعل بيقدروا يسيطروا على الموقف قبل ما يتاكلوا. وريب وقتها بيروح في النوم علشان بيبقى تعبان جدا من لدغات الحشرات. وزين بيشوف قرية قريبة وبيقرر يروح يستنجد بسكان القرية، وهو بيمشي بيشوف أسد بيطرد، لكن دوما بيجيه وبينقذه. وزين بيروح للقرية ويطلب مساعدة السكان ويطلب منهم مساعدة ريب لأنه كان مصاب، وفعلا أهل القرية بيروحوا بيساعدوا ريب وبيقدروا ينقذوه. وبالليل دوما بيخرج للغابة، وزين بيسمع صوت فهد غريب فبيقلق على دوما، ولما بيروح بيكتشف ان الفهد ده اخو دوما اللي تركه لما امهم ماتت. وزين بيتأثر بالمنظر ده وبيكون عمل للهدف بتاعه ونفذ وصية ابوه، وبيقرر انه ما يمشيش وانه ينتظر لحد ما ريب حالته تتحسن. ولما ريب بيصحى بيشوف ان سكان القرية مجتمعين حواليه، وزين بيكتشف انهم اهله اللي كانوا منتظرينه من زمان. وريب بيشوف مراته واولاده وبيعرفهم على زين اللي انقذه. وزين بيروح يودع دوما وبيشوفه وهو بيلعب مع اخوه، وبيحس ان دوما فرحان لانه رجع للغابة. وقتها زين بيبكي وبيحس بحزن شديد جدا لانه كان دوما بمثابة صديق واخ صغير له، كمان بيذكره بابوه. وزين بتعرف مكانه بعد ما ساعدوها اهل القرية. وبينتهي الفيلم. لو عجبك الفيديو ساعدنا نوصل لمشترك جديد بضغطك على زر الاشتراك، ولو استمتعت بالمحتوى حط لنا لايك، وكمان ما تنساش بقى تشارك الفيديو ده مع اصحابك اللي بيحبوا النوع ده من المحتوى. كمان ما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم تنبيه كل ما ننزل فيديو جديد. اشوفكم في ملخص جديد قريبا، الى اللقاء.